أنا اسمي ناهيد وعمري الحين 47 سنة. مرت علي سنين عجاف بعد ما طليقي تركني قبل 3 سنين وتزوج واحدة صغيرة بعمر بناتي. كانت صدمة هزت كياني وكسرت شيء كبير داخلي، خصوصاً إن كنت شايلة بيته وعياله فوق راسي طول عمري. ربيت بنتي وحيدة نوف اللي صارت الحين 19 سنة وتدرس في كلية الطب. كانت هي كل دنيتي وعزوتي بعد ما أبوها تخلى عني وراح يدور نزواته. السنين اللي راحت بعد الطلاق كانت تقيلة على قلبي. كنت أصحى كل صبح وأنا أحس بفراغ يقتل. البيت اللي كان مليان حياة وصجة صار هادي، وكأن جدرانة تشتكي من الوحدة. نوف مشغولة بدراستها وصديقاتها ومستقبلها، وأنا جالسة بين 4 جدران أحاول ألقى شغلة تلهيني عن التفكير. دخلت نادي، تعلمت طبخات جديدة، حاولت أشغل وقتي بأي شيء، بس الفراغ العاطفي كان أكبر من أي نشاط. كنت أحس إني انطفيت وما عاد فيني أروح للحياة. أهلي وأخواتي ما قصروا، كانوا يحاولون يوقفون جنبي. أختي الكبيرة كانت تجيني كل خميس تتقهوى عندي وتوسع صدري، بس كنت ألمح بعيونها وعيوني اللي حولنا نظرات شفقة تذبحني. يطالعوني وكأني مسكينة مكسورة الجناح، وأنا طبعي عجوزة نفس، ما أحب أحد يعطف علي أو يشوفني ضعيفة. كنت أبي أحد يفهمني ويحس فيني كإنسانة، مو كحالة اجتماعية مطلقة. كنت أبي أكون موجودة ولي كيان. نوف بنتي كانت دفورة وشاطرة بدراستها، بس مواد الطب صعبة وتحتاج تركيز، وقررت أجيب لها مدرس خصوصي يساعدها في بعض المواد المعقدة. وهنا دخل حياتنا الأستاذ فاروق، شاب سوداني قمة في الأخلاق والأدب، عمره 29 سنة، دكتور توه متخرج ويشتغل عشان يجمع حق التخصص. أول ما دخل بيتنا حسيته زول طيب ومتربي، يسلم راسه بالأرض وصوته هادي ورزين، وما كنت أدري إن هالدخول بيقلب حياتي فوق تحت. اللي لفت نظري في فاروق من أول يوم إنه كان مختلف عن باقي الرجال اللي مروا بحياتي. ما كان يطالعني بنظرة شفقة زي الباقين ولا نظرة استهتار، كانت عيونه مليانة احترام وتقدير. كان يكلمني وكأني ملكة، يقول لي يا خالة ناهيد بنبرة فيها ود وحنية غريبة. هالشي كان يلمس وتري الحساس، لأني كنت فاقدة هالنوع من التعامل الراقي. صار يجينا البيت 3 أيام بالأسبوع يدرس نوف، وكنت أنا بحكم كرمنا وعاداتنا ما أخليه يمشي إلا وأنا مسوياه للشاهي والقهوة، وأحياناً العشاء إذا تأخر الوقت. لاحظت إن فاروق في حنية الدنيا، دايم يسألني كيف صحتك يا خالة؟ عساكي طيبة؟ ناقصك شي؟ وهالكلمات البسيطة كانت تروي عطش قلبي للاهتمام. في البداية كنت أعتبره مثل ولدي وعاملة على هالأساس، بس مع الوقت صرت أنتظر الأيام اللي يجي فيها، صرت أتكشخ وألبس وأهتم بشكلي أكثر بدون ما أحس. كنت أقول لنفسي عادي، كل الحريم يحبون الزين، بس الحقيقة كانت غير. في يوم من الأيام نوف كان عندها اختبار صعب ومهم، وفاروق جلس يدرسها لين وقت متأخر. الساعة صارت حول 11 بالليل، والجو برا كان مطر وهوا قوي. قلت له يا ولدي يا فاروق، الوقت تأخر والجو برا ما يطمن، شرايك تريح عندنا الليلة بمجلس الرجال؟ المجلس معزول وما فيه إلا العافية. في البداية رفض من باب الحياء والأدب السوداني المعروف، بس أنا أصريت عليه وحلفت أنه ما يطلع بهالجو. وافق وقال الله يكرمك يا خالة ناهيد، كلك ذوق. نوف راحت نامت لأن وراها قومة بدري، وأنا رحت أجهز له المجلس. جبت المفارش نظيفة وبخرت المكان وحطيت له موية وجالسة أرتب له الوضع. يوم خلص والتفت لقيته واقف عند باب المجلس يطالعني بنظرة غريبة، نظرة فيها كلام كثير ما ينقال. حسيت بقلبي يدق بسرعة وكأنه طبل. قال لي بصوته الهادي ليش تعبتي نفسك يا خالة؟ أنا أي مكان يكفيني. رديت عليه وأنا أحاول أكون طبيعية، لا يا ولدي، أنت حسبة أخو النوف ومقامك عالي. بس يوم قلت يا ولدي حسيت الكلمة تقيلة ومو طالعة من قلبي بصدق، لأني في ذيك اللحظة ما كنت أشوفه ولد، كنت أشوفه رجال، إنسان محترم مالي عليه المكان. هالفكرة خلتني أرتجف من الخوف ورحت غرفتي وأنا ألوم نفسي. ظليت سهرانة للفجر أفكر كيف سمحت لنفسي أفكر كذا، بس الشيطان شاطر والنفس أمارة بالسوء. ومن بعد ديك الليلة صار فاروق يتجرأ أكثر بالأسئلة عني وعن يومي، يسألني تغديتي؟ سويتي قهوتك؟ وأنا كنت أذوب مع كل سؤال، لأنه يحسسني إني مهمة وإن في أحد في الدنيا شايل همي غيري. وبديت أتعلق فيه بشكل يخوف.
صار بيننا أحاديث جانبية كثيرة لما نوف تكون مشغولة أو تروح تذاكر بغرفتها. حكالي عن حياته وغربته وكيف إنه كان خاطب بنت عمه في السودان، بس تركتها عشان ظروفها المادية وطول الغربة. وقال لي إنه يحس بوحدة قاتلة وإنه مو قادر يلقى شريكة تفهم طموحه وعقله. كلامه خلاني أحس بقرب شديد منه. حسيت إن وجعنا واحد، الوحدة تنهش فينا إحنا الاثنين. وفي لحظة ضعف مني حكيت له عن طلاقي وكيف طلاقي كسرني وتزوج علي وكيف إني عايشة عشان بنتي وبس، ونسيت نفسي كأنثى. وأنا أتكلم نزلت دمعتي غصب عني. ما دريت إلا وفاروق قرب مني وبحركة عفوية مسك يدي وقال: يا خالة ناهيد، أنتي ست الستات وجوهرة ما عرفت طلاقك قيمتها، وأي رجال في الدنيا يتمنى ظفرك. لمسة يده كانت مثل الكهرباء اللي صاعت بجسمي كله. سحبت يدي بسرعة وأنا مرتكبة. الوضع صار متوتر بيننا، في مشاعر مكبوتة ونظرات سارقة. وفي يوم نوف اتصلت علي وقالت: يما، أنا بتأخر اليوم عن صديقتي، بذاكر عندها وبنام هناك عشان الاختبار. قلت لها: طيب. وجاء موعد درس فاروق، فتحت له الباب وقلت له: يا دكتور فاروق، نوف اعتذرت اليوم، بتنام عند صديقتها. توقعته يمشي، بس قال لي: طيب يا خالة، ممكن أدخل أشرب قهوة معك؟ بصراحة أنا ضايق صدري ومحتاج أتكلم مع زول واعي مثلك. ما قدرت أرده، دخلته وسويت القهوة وجلسنا. الجو كان هادي والبيت فاضي، وبدأ يتكلم عن أمه الله يرحمها وكيف إنه فاقد حنانها وإنه يشوف فيني شيء من طيبتها واحتوائها. وقال لي جملة هزتني: أنا يا خالة برتاح معك راحة ما لقيتها مع أي زول. حسيت قلبي بيطلع من مكانه. كان يتكلم بصدق يوجع القلب. تطورت السواليف وصار الجو أكثر حميمية بالكلام، وبدأ يلمح تلميحات خلت وجهي شب نار. قال لي: العمر يا خالة مجرد رقم، والأرواح جنود مجندة، وأنا روحي تآلفت مع روحك. حاولت أصده وأذكره بفرق العمر وبإني بعمر أمه وإنه دكتور وبنتي طالبته، بس هو كان مصر. نظراته كانت تفصلني من خوفي وترددي. قال لي: أنا ما أشوف قدامي إلا ناهيد الأنثى الجميلة، ما أشوف عمر ولا أشوف فروقات. وفي لحظة صمت طويلة تقابلت عيوننا، وفجأة كسر حاجز الصمت وقال: أنا بحبك يا ناهيد، بحبك حب رجال لامرأة، مو حب ولد لأمه. الكلمة نزلت علي مثل الصاعقة، جمدت مكاني، ما عرفت أنطق ولا حرف. كانت أول مرة أسمع كلمة أحبك بصدق من سنين طويلة. حسيت بشعور متناقض بين الفرحة الطايرة والخوف المميت من هذا الاعتراف. بعد هذا الاعتراف تدهورت مقاومتي. صرنا نسرق اللحظات عشان نتكلم، ورسائل الواتساب ما توقف، كلام حب وغزل وشوق. كنت عايشة مراهقة متأخرة، أنتظر رسالته على أحر من الجمر. ونوف يا غافلين لكم الله كانت تشوفني ماسكة الجوال وتضحك، تقول يما صايرة مدمنة سوشيال ميديا، وأنا أتصنع الضحك وقلبي يتقطع من تأنيب الضمير. كيف أطالع بوجه بنتي وأنا قاعدة أحب مدرسها؟ كيف لو عرفت بتطيح من عين أمها وتنهدم صورتي؟ بس قلبي كان أقوى من عقلي في ذيك الفترة. كنت محتاجة هالحب، محتاجة أحس إني مرغوبة ولي قيمة. وفاروق كان يعرف كيف يدخل لقلبي من أوسع أبوابه بكلامه المعسول واحترامه الممزوج بالحب. خلاني أنسى كل الفروقات والحواجز. في يوم كنت بالمطبخ أحاول أجيب غرض من الرف العالي، ركبت على السلم الصغير واختل توازني، صرحت وما حسيت إلا ويدين قوية تلقاني قبل ما أطيح على الأرض. كان فاروق، كان جاي بدري وشافني، طحت بحضنه وتمسكت فيه بخوف. كانت وجيهنا قريبة من بعض لدرجة إني أسمع أنفاسه. للحظة الزمن وقف، ما تحركنا. عيونه كانت تلمع برغبة وشوق، وما قدرت أقاوم. ضعفت واستسلمت للحظة، وحسينا بمشاعر جارفة خلت تبادلنا ننسى الصح والغلط. نسينا إني ناهيد الأم وهو فاروق المدرس، كنا بس روحين تايهين لقوا بعض. بس بسرعة استوعبت الموقف وباعدته بسرعة وأنا مرتكبة. الوضع صار متوتر بيننا، في مشاعر مكبوتة ونظرات سارقة. وفي يوم نوف اتصلت علي وقالت: يما، أنا بتأخر اليوم عن صديقتي، بذاكر عندها وبنام هناك عشان الاختبار. قلت لها: طيب. وجاء موعد درس فاروق، فتحت له الباب وقلت له: يا دكتور فاروق، نوف اعتذرت اليوم، بتنام عند صديقتها. توقعته يمشي، بس قال لي: طيب يا خالة، ممكن أدخل أشرب قهوة معك؟ بصراحة أنا ضايق صدري ومحتاج أتكلم مع زول واعي مثلك. ما قدرت أرده،
دخلته وسويت القهوة وجلسنا. الجو كان هادي والبيت فاضي، وبدأ يتكلم عن أمه الله يرحمها وكيف إنه فاقد حنانها وإنه يشوف فيني شيء من طيبتها واحتوائها. وقال لي جملة هزتني: أنا يا خالة برتاح معك راحة ما لقيتها مع أي زول. حسيت قلبي بيطلع من مكانه. كان يتكلم بصدق يوجع القلب. تطورت السواليف وصار الجو أكثر حميمية بالكلام، وبدأ يلمح تلميحات خلت وجهي شبلار. قال لي: العمر يا خالة مجرد رقم، والأرواح جنود مجندة، وأنا روحي تآلفت مع روحك. حاولت أصده وأذكره بفرق العمر وبإني بعمر أمه وإنه دكتور وبنتي طالبته، بس هو كان مصر. نظراته كانت تفصلني من خوفي وترددي. قال لي: أنا ما أشوف قدامي إلا ناهيد الأنثى الجميلة، ما أشوف عمر ولا أشوف فروقات. وفي لحظة صمت طويلة تقابلت عيوننا، وفجأة كسر حاجز الصمت وقال: أنا بحبك يا ناهيد، بحبك حب رجال لامرأة، مو حب ولد لأمه. الكلمة نزلت علي مثل الصاعقة. جمدت مكاني، ما عرفت أنطق ولا حرف. كانت أول مرة أسمع